شي فهمنا، بس كيف ممكن نصير واضحين ونشوف الحقيقة مثل ما هي؟ إذا أصلا نحن كبرنا بطفولة صعبة مع أهالينا، وهالطفولة وقت اللي كنا صغار ومحتاجين هالأهل ما كان عنا غيرهم يرعانا، ما في مصدر للحب من حدا غيرهم، يعني ما كان عنا خيار. كل جهاز الإدراك تبعنا ممكن يكون التوى بهالطفولة، صار معنا مثل عمل ألوان، عيوننا العاطفية ما عادت تميز الصفات الصعبة مثل ما هي. القسوة صارت تبين جدية بالشغل، السخرية صارت مزح، والتقليل من قيمتنا صرنا نفكره اهتمام. لا، ومنصير نفكر حالنا انه نحن السيئين لانه ما قدرنا نطلع اللطف من هالشخص الرائع، حتى لو كان في دلائل واضحة انه هو المشكلة. ومنضل هيك ويمكن لآخر حياتنا قبل ما نصير نمل من العذاب ونصير نسأل كيف بيكون شكل اللطف الحقيقي، ونكتشف انه هالشريك مهما كان ذكي ولبق ممكن ببساطة يكون عم يجرنا بهاللعبة الطويلة. بس بالحقيقة نحن ما عدنا صغار، يعني ما عدنا محتجزين بهي الطفولة وعند فقط الأهل يلي كانوا حوالينا. لا، هلأ صرنا حرين، إذا ما كنا مبسوطين فينا نمشي، نحن أحرار. وهذا هو جوهر البلوغ الحقيقي، الحرية.